يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في قناتنا آلي الطبخ. اليوم إن شاء الله راح نعمل دجاجة. طبعا الرائحة والطعم خرافي رهيبة بتجنن. طبعا دجاجة محشية باللحمة المفرومة والأرز، طبعا بكيس الحراري مشوية بالفرن، وجنبها خضار، ومنها طبعا جنبها رز أبيض، وقدامت معها سلطة عربية أو سلطة الفلاحية. تعالوا نتعرف على الطريقة والمقادير بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة لنا بكل بيت، وإن شاء الله راح تكون النتيجة خرافية، وأكيد أنا متأكدة إنها راح تعجبكم. في البداية راح نجهز لتتبيلة الدجاج. أنا عندي دجاجة طبعا جبتها نظفتها اللي هي وزن كيلو 200 جرام. طبعا هاي الدجاجة جاهزة ومنظفة ومغسولة من قبل بيوم. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل فتحة، بدي أفتح الجلد عن اللحم. فتحت طبعا الجلد عن اللحم بإيدي. هلا جبت زبدة لينة بدرجة حرارة المطبخ، بدي أفركها مع زعتر أخضر ناشف. أنا هي الزبدة كمية الزبدة تقريبا ملعقتين كبار مع ملعقة زعتر أخضر. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أحط الزبدة بين الجلد واللحم، بدي أدهن كل الدجاجة بين الجلد واللحم بالزبدة والزعتر الأخضر. طبعا هاي الخطوة بتعطي طعم خرافي للدجاجة، وبتعطي الدجاجة طبعا رائحة رهيبة، وبضل الجلد مقرمش واللحم طري من جوا. إذن هاي أول خطوة بالدجاجة، إني أنا دهنت الزبدة بين الجلد واللحم تبع الدجاجة. طبعا هاي خطوة التتبيل وتجهيز الدجاج هاي تكون قبل بيوم، أو على الأقل لازم أخلي الدجاجة منقوعة بالتتبيلة 6 ساعات. إذن هلا أنا أول خطوة خليت دهنت بين الجلد واللحم الزبدة المفروكة بالزعتر الأخضر. هلا بالخطوة الثانية راح أبلش أجهز للتتبيلة. عندي نص كاسة صغيرة زيت زيتون اللي تقريبا ملعقتين كبار، ملعقتين كبار خل أبيض. طبعا عندي صلصة بندورة ملعقتين كبار، عندي كاتشب ملعقتين كبار، كمان عندي لبن رايب ملعقتين كبار، وعندي طبعا راح أحط دبس رمان اللي هي تقريبا ملعقة كبيرة. هاي الخلطة نقع الدجاج. هيك إذا صارت عندي المكونات السائلة. هلا بدي أحط ملح، بهارات مشكلة، مرق دجاج، بابريكا، فلفل أسود، كمون، كاري، توم وبصل بودرة، وعندي كمان شوية كركم. أي بهارات موجودة عندي أنا بحطها بالبيت. ممكن الناس يضيفوا سماء، أنا هون ما ضفت سماء. هلا جهزت التتبيلة. هلا بدي أحط هاد الدجاجة وأنقع الدجاجة فيها ليلة كاملة. إذا مش ممكن إني أخليها ليلة كاملة، ممكن أخليها لحد 6 ساعات، بس لازم أنقع الدجاج عشان ياخد تتبيلة. طبعا أنا هيك الدجاجة طبعا لازم أدعكها منيح بالتتبيلة وأخليها كاملة، خليها ليلة كاملة. طبعا أنا راح أخليها ليلة كاملة لحد تاني يوم لبلش أشتغل فيها. إذن هي الدجاجة عندي هيك بعد ليلة كاملة. هلا بدي أبلش أجهز بالحشوة اللي راح أحشي فيها الدجاجة. على النار طبعا بدي أحط زيت نباتي، أي نوع زيت نباتي أو زيت زيتون. بدي أحط كمية بسيطة. بدي أحط بصلة صغيرة مفرومة فرم ناعم. طبعا بدي أتبل البصلة أنا شوية كمون وفلفل أسود وملح. كمون وفلفل أسود وملح. طبعا هاي تتبيلة البصل اللي أنا بستخدمها دايما. بدي أخلي البصل لحد ما تتذبل شوي. بدي أنزل كمية بسيطة من اللحم المفرومة، تقريبا أنا حطيتهم 3 ملاعق لحمة مفرومة فرم خشن عندي. بدي أخلي اللحمة لحد ما تستوي شوي. طبعا في الأثناء أنا بكون مجهزة رز بسمتي حبة طويلة. أنا نقعت نص كاسة، غسلتها وصفيتها. هلا بدي أحطها على اللحمة. هاي الخلطة بدي أسوي الرز أنا نص استوى مش استوى كامل عشان يكمل استوى مع الدجاجة بالفرن، بس لازم أسويه شوي الرز. إذا أنا بدي أحط عليه بهارات، بس بهارات مشكلة وملح. بدي أحركه وأحط عليه شوية مي، كمية قليلة من المي، وأخليه يستوي ربع نصف استواء بس مش استواء كامل. إذا أنا هيك خليته يتحمص مع الزيت. هلا حطيت نص كاسة مي وبدي أخليه يستوي نص استواء. طبعا هلا هاي بس الخطوة يا دوب تاخد معي 10 دقائق، بس إنه يستوي الرز شوي تشرب ميته عشان أخليه يكمل استوى بالدجاجة. طبعا هاي هيك غلي. هلا بس يغلى شوي تتفتح حبة الرز، ووطي عليه وبخليه يكمل الاستواء لحد نص الاستواء. هلا أنا هيك رجعت الرز صار مستوي نص استواء. هلا ممكن أضيف عليه أي نوع من المكسرات اللي أنا بدي إياها. أنا راح أضيف طبعا عندي هون شرائح اللوز المقلي، ممكن نضيف فستق أي نوع بدنا إياه. هلا أضيف أنا شرائح اللوز كمية بسيطة. إذا هيك الخلطة صارت عندي جاهزة. هلا هاي الخلطة الكمية ممكن تكفي لحد دجاجتين. هلا أنا راح أعمل دجاجة معكم، والكمية الثانية بخليها بستفيد منها بحشو دجاجة تاني، أو ممكن نكمل سواها وناكلها عادي يعني. هلا بدي أحشي الدجاجة. طبعا لما أحشي الدجاجة ما لازم أعبيها كثير رز، لازم أخلي فيها شوية فراغ عشان الرز لما يستوي بينفش. إذا أنا بدي أحط لحد 3 أرباع دجاجة، بدي أخلي ربع الدجاجة فاضي عشان الرز لما يستوي ياخد راحته بالاستواء وينفش كويس.
هلا هاي الدجاجة هيك. هلا بدي أسكرها أنا بأعواد الأسنان الخشب. ممكن في ناس بيحبوا يخيطوها خياطة، طبعا أكيد بيزبط بالخيط، بس أنا بحس الطريقة الأسهل إلي إني أحط أعواد الأسنان. طبعا هاي كمية الرز اللي زادت بستفيد منها بإشي تاني. طبعا هلا الدجاجة أنا راح أسكرها بأعواد الأسنان، راح أجيبهم راح أسكرها منيح. لازم نسكرها منيح، نطبق الجلد على بعض ونكبسها منيح بأعواد الأسنان عشان الرز يستوي براحته وياخد الاستواء المناسب، إنه ما يضل ناشف عندي الرز. إذن هيك أنا سكرت الدجاجة بأعواد الأسنان. كمان هلا بدي أجيب الإجرتين تبعون الدجاجة أشبكهم مع بعض. ممكن أربطهم طبعا بخيط، أكيد الخيط الخاص للدجاج أو للأكل. ممكن أنا أشبكهم كمان بأعواد الأسنان. أنا شبكتهم بأعواد الأسنان عادي، بغز العود فيهم بشبكهم مع بعض عشان أسكر الدجاجة عشان تستوي براحتها. إذن هيك أنا خلصت الدجاجة، صارت الدجاجة عندي جاهزة محشية وجاهزة. هلا بدي أجهز للخطوة اللي بعديها. هلا الدجاجة جاهزة هيك عندي، خلصتها حشي وجهزتها. هلا هاي المرحلة طبعا آخر مرحلة في الحشي. أنا سكرت هلا ضميت الرجلين سكرتهم بعود، وحكيت زي ما حكيت ممكن كمان إحنا إنه نربطها بخيط أو ممكن ما نربط لهم عادي الرجلين. هلا الدجاجة طبعا تتبيلتها كاملة عليها، بخلي التتبيلة ما بشيلها عشان تعطيها النكهة الطيبة اللي أنا بدي إياها. هلا المرحلة اللي بعديها بدي أجهز للكيس الحراري اللي أنا راح أستخدمه وأجهز الخضار. هلا أنا جبت كيس الحراري طبعا المتعارف عليه بالأسواق. بدي أرش رشة طحين بسيطة عشان الدجاج ما يتلزق فيه. برش رشة طحين وبتخلص من الطحين الزائد. طبعا هاي الكيس الحراري صار جاهز. أنا عندي كمية خضار جهزتها طبعا اللي هي جزر وبطاطا وكوسة وبصل، قطعتهم مربعات ورشيت عليهم شوية ملح وشوية فلفل وشوية بهارات. هلا الكيس صار جاهز. طبعا بدي أحط فيه الخضار اللي أنا استخدمتهم. هاي الخضار طبعا عندي كوسة طلبة كيف قطعتها، طبعا قشرتها وقطعتها، وجزر وبصل وبطاطا. ما حطيت بندورة، انتو لكم حرية الخيار بتشكيلة الخضروات اللي انتو بتحبوا تحطوها. هلا أنا بدي أحط الخضروات بالكيس وأنزل معهم الدجاجة. الخضروات صارت جاهزة حوالين الدجاجة. هلا بدي أحط الدجاجة بالنص طبعا. بدي أحاول أحطها وبدي أسكر الكيس. طبعا الكيس هذا بكون معه زي سلك صغير أو مشبك بسكر في هذا الكيس. هلا بدي أحاول أحط التتبيلة اللي معي على الدجاجة أحشيها فيها عشان تاخد كل النكهة. طبعا ما بحط مي جوا الكيس نهائيا. هلا الكيس بسكره بشكل كويس، بلفه وبسكره بالسلك اللي معه أو بالمشبك هذا اللي بيجي معه. هلا بحطه طبعا انا حطيته بصينية ألمنيوم بتدخل الفرن، بحطه بأي صينية بتدخل الفرن. هلا بجيب عود أسنان بس بعمل ثقوب بسيطة بالكيس الحراري اللي أنا حطيت فيه دجاجة، هحط للتهوية وعشان ما ينفجر معي الكيس بالفرن. هلا أنا بعمل خطوة هي اختيارية، إني بحط أنا بالصينية اللي فيها الكيس الحراري كاسة مي صغيرة. أول إشي عشان ما تنحرق الصينية بضلها دجاجة رطبة. هلا بخليها في الفرن. أنا أخذت معي لمدة ساعة وأربعين دقيقة، يعني ساعتين إلا تلت. طلعوا هي النتيجة النهائية. طبعا حطيتها بالفرن بالرف من تحت على درجة 180. استوت وتحمرت. أخذت معي ساعة وأربعين دقيقة بالضبط. حجم الدجاجة طبعا مدة الاستواء بتختلف من فرن لآخر ومن حجم دجاجة إلى أخرى. أنا بس ولعت الفرن من تحت حطيته لمدة 140 دقيقة. طبعا هي النتيجة النهائية للدجاج. طبعا أنا قدمتها مع رز أبيض. أنا عملته قدمته بهي الطريقة تغيير عن التقليد التقليدية، وحطيت معها الخضار والسلطة الفلاحية أو السلطة العربية المتعارف عليها. هلا راح أفتح الدجاجة معكم وأفرجيكم كيف الرز طلع إنه بشهي وخرافي ومستوي. أول إشي بشيل إيدين الأسنان، بدي أفتحها طبعا من النص. طبعا مستوي دجاجة وذايب ذوبان. هلا طلعوا كيف ذوب الدجاجة ذايبة. طبعا الريحة خرافية والطعم بشهي أكيد. هلا راح أفرجيكم كيف الرز بيطلع مفلفل ما أحلاه من جوا معي. طبعا كميته مناسبة جدا. طلعوا هلا الدجاجة هيها. الرز طبعا كمل استوى داخل الدجاجة، أخذ من نكهة الدجاجة، طعمه بجنن. طلع منظره ما أحلاه كيف متفلفل. هاي بدي ألف الدجاجة أفرجيكم الرز اللي فيها. طلعوا ما أحلاها. هلا هاي الرز طبعا. هلا بتقدروا تقدموه مع أي رز أبيض طبعا انتوا بدكم تعملوه. هاي رز من جوا واللحمة المفرومة. طبعا النتيجة بتجنن. إذا عجبتكم النتيجة ياريت تشتركوا معنا بالقناة وتحطوا لنا لايك، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس وتعطونا تعليقات حلوة. بتمنى تجربوا الوصفة أكيد راح تعجبكم. الطريقة سهلة وبسيطة بنفس الوقت طعم لذيذ مميز، ممكن نستخدمها في العزايم وفي الجمعات الحلوة. وربنا يديم علينا الصحة جميعا، يعطيكم ألف عافية وصحة وعافية للجميع. بتمنى اللي شارك اللي عجبته الوصفة يحط لنا لايك ويعلق لنا تعليق حلو. يعطيكم ألف عافية.